مرة أخرى نعود إليكم من مصر لأمريكا بالمصري. هنا تجتمع النواقد، حياة صعبة مع إبداع مستمر. الفن التشكيلي هو كل شيء يؤخذ من طبيعة الواقع ويصاغ بطريقة جديدة، أي يشكل تشكيلا جديدا، وهذا ما نطلق عليه كلمة تشكيل. ولكل إنسان رؤياه ورؤاه الخاصة. الفن الضرب من الشيء، والجمع أفنان وفنون. آرت تنحدر من التعبير اللاتيني آرتيس بمعنى ترتيب أي تشكيل. وأول الفنون التي عرفها الإنسان هي النحت وتشكيل الأحجار ونقل الواقع في صوره المختلفة. اليوم ننقل إليكم مرة أخرى من مصر موهبة جديدة، موهبة تدرس العلم وتهوى الفن. حسين إسماعيل، 22 سنة، كلية طب الأسنان فرقة الخامسة من المنصورة. برسم وبحب الرسم جدا من صغري. بدأت أرسم وعندي 5 سنين تقريبا. ماما اللي كانت بتشجعني على الرسم. بدأت أرسم تقريبا طول حياتي برسم. بدأت أركز أكتر على الرسم لما دخلت كلية. معظم اللوحات اللي هتشوفوها دلوقتي هتكون موجودة، معظمها رسمتها في خلال فترة الكلية. برسم من صغري، من وانا عندي 5 سنين تقريبا. ماما اللي كانت بتشجعني على الرسم. برسم طول حياتي. معظم اللوحات اللي هتشوفوها دلوقتي هتكون معظمها مرسوم في خلال فترة الكلية. بدأت الرسم من صغري في الابتدائي والاعدادي والثانوي. كل حاجة لها حكاية. لما حسيت ان مفيش اهتمام في الاعدادي، بدأت ان انا اشغل نفسي بحاجة تانية بعيدا عن الرسم. فكرت في موضوع تصميم الفساتين. حبيته جدا، حسيت ان هو بياخد جدي معايا. بدأت ان انا اصمم كذا مرة. صممت عندي حوالي اكتر من 70 تصميم. لما دخلت الثانوي كملت، بس وقفت في الثانوي. فقبل ما اكمل، قبل ما اوقف، الناس عرضت عليا ان انا اروح اعرض التصاميم بتاعتي على اتيليهات او كده او مصانع، بس للاسف ما كانش في اي رد فعل. كل ما اروح مثلا اتيليه او كده يقول لك لا احنا نعتمد على الحاجات المستورده، وانت هتكلفينا كتير والكلام من ده. فوقفت وحسيت ان هو مفيش امل، ملوش لازمه. مع اني كان عندي داخل من جوايا حاسه ان انا لو حد اداني فرصه هقدر ممكن انا احقق في حاجه في موضوع تصميم الفساتين ده. فركبته على جنب. دخلت الكليه قلت لا بقى خلاص، انا كده خلصت مراحل دراسيه. بدات ادخل الجامعه واداني فرصه اكبر انا عشان ارسم. فبدات ارسم وبدات اركز اكتر. بس كان حصل مشكله. انا فكرت ان انا لما ادخل الكليه ان الوقت بقى اكبر. بالعكس، لا، الجهد والوقت كانوا اكبر، يعني اكبر من الثانوي والاعدادي كله. فواجهت مشكله وكان حصل شويه تعارض. بدات الدراسه تاثر على الرسم والرسم ياثر على الدراسه. بعدين في الاخر توصلت ان انا ادي كل حاجه حقها واحاول انظم وقتي. وقت الدراسه دراسه ووقت الرسم رسم. بدات ارسم بالاجازات بس، عشان كده ممكن تكون لوحي قليله شويه. اول ما دخلت الكليه وبدات اشارك في معارض الجامعه، وناس شافت رسمي قالوا لي ليه ما دخلتيش فنون جميله، كنت هتقدري ان انت تنمي موهبتك اكتر. الكليه والرسم مش هيمشوا مع بعض. بس انا بالنسبه لي شايفه ان الرسم والعلم الاثنين رسالتين انا محتاج ان انا اوصلهم، وان العلم والفن ابدا ما بيتعارضوش مع بعض. انا اتمنى ان انا اوصل لمستوى ان انا يكون ليا لوحاتي الخاصه المعروفه باسمي باذن الله. لان انا شايفه ان موهبه الرسم بالذات ان دي موهبه ربنا وملكه ربنا عطاها لي. فانا محتاجه ان انا اطورها وانميها، لان بعد كده هتحاسب عليها. في غير كتير يتمنوا ان هم يكونوا عندهم الموهبه دي، بس انا ممكن اكون مقصره شويه في حقها. فانا بتمنى باذن الله ان انا اشتغل على نفسي اكتر وان انا اطور نفسي اكتر. عبد الرحمن حسين اسماعيل، الاخ الاصغر لزينب. انا شايف ان زينب عندها موهبه كبيره جدا، لكن للاسف الوسط المحيط والبيئه مش مساعده نهائيا على التطوير. خلينا نشوف ابسط حاجه خالص. انبوبه الالوان باللون الابيض بالاخص ما كانتش موجوده في اي مكتبه من مكتبات المنصوره. فللاسف الاشخاص والامكانيات الاثنين مش بيساعدوا زينب على انها تطور وتحسن موهبتها. انا شايف ان اكتر حد شجع زينب على انها توصل للمستوى اللي هي فيه دلوقتي هو ماما، وده لانها شافت فيها من وهي صغيره موهبه كبيره، وغير كده كونها ام فهي حبت تساعدها. لدرجه بنوصل اوقات نلاقي مصطفى بعد ما زينب خلصت رسمه معينه، اللي هو بعد خلاص فينش، فهو بيشوف الرسمه ككود وبيحاول يقلدها. طبعا اكتر حاجه اتمنى زينب ان هي توفر لها الامكانيات المناسبه عشان توصل للمستوى اللي هي حباه، ويا رب ان شاء الله توصل لحياه افضل. بعد أن استمتعنا بموهبة اليوم، نعود إليكم مرة أخرى إلى استديوهاتنا في أمريكا مع حنان شلبي وبرنامج
أمريكا بالمصري.